يوم الحادثة حضرتك كنت موجودة في البيت هنا ايوه. وابونا في الكنيسة وحصل اللي حصل، عرفتي ازاي؟ حد من خدام الكنيسة بيكلمني بيقول لي انزلي يا ام مارك، انزلي الكنيسة بتولع. فاحنا حسينا بهدوء ونفس هادية. ليه؟ عشان ابونا كان شاطر قوي. بصحي مارك بهدوء كده، بقول له مارك كان عنده حاجة كده مأخراه، فحاجة تبع الكلية. فبقول له اصحى يا مارك عشان انا سمعت خبر. بقول له اصحى يا مارك انا عايزك. قال لي ليه يا ماما في حاجه؟ قلت له لو انت عرفت تنام وترتاح شويه انزل هنروح انا وانت مشوار. فقال لي فين؟ قلت له لغايه بابا بس. قال لي في حاجه؟ قلت له لا، لو تعبان نام، مش تعبان قوم. فقام قال لي ايه طيب بس لو في حاجه قولي لي. قلت له مش عارفه، طب شويه بس. انا كنت وصلت لمرحله قلق مش عادي. وكنت بصلي يعني وقفت قدام ربنا اصلي واقول يا رب يكون خير، يا رب ما تسمحش بيتك يتحرق. يعني انا كنت كل اللي فاكراه اني ممكن يبقى في حريق في الكنيسه الدور اللي تحت، او الدور فيه بوتاجاز او مطبخ مش في الكنيسه نفسها، او الدور اللي تحت الكنيسه. لحد ما الموضوع بقى، هي بنتي كانت في الكنيسة هنا اللي جنب البيت، فلقيت في رسائل بتجيلها ولقيت في فيديوهات بتنزل على الفيسبوك، فخافت تكلمني عشان ما تقلقنيش. فكلمت اخوها بتقول له يا مارك انت شايف الفيديوهات اللي نزلت دي كنيسة بابا؟ فبيقول لها مش عارف، هدخل اشوفها واكلمك. لقيت مارك ما شاف الفيديوهات دي جاي لاني قاعده بصلي ومرعوبه، فبيقول لي ما تخافيش يا ماما، بابا شاطر، بابا مبيت بقاله كذا يوم، او يعني الايام اللي بيبيت فيها بياخد باله من اي سلك بايظ، من اي لمبه بايظه، من اي كبيره وصغيره في الكنيسه. بابا واخد باله من اني النمله اللي داخله الكنيسه دي بتبقى ايه، واخد باله من كل حاجه. بابا لما بيجيب حاجه للكنيسه بيجيبها حاجات غاليه وقيمه، فمش هيجرى حاجه زي كده ما تقلقيش. فقعد يطمني ويقول لي بابا شاطر، بابا كاهن شاطر، بابا مع الكنيسه شاطر جدا ما تقلقيش. فقلت له طيب اكيد هو وربنا ما يسمحش بحاجه وحشه. لغايه ما فعلا كان ربنا مدينا اطمئنان كده وسلام، لغايه ما سمعت بقى الخبر فعقلي راح مني. هو ابونا عبد المسيح اتحب جدا، هو كان محبوب جدا جدا على المستوى الشخصي والمستوى العام. ابونا كنا كلنا بنحبه. ويمكن اول ما حدث الحريق كان كل الناس حطت صورته، وانا مجرد ما شفت صورته بتلقائية من غير ما اشعر، مجرد صورته بس حسيت فيه ان هو اب. نزلتها في ساعتها على اعلان القوي تضامنا مع ابونا عبد المسيح، وساعتها ما قالوش ابونا عبد المسيح اتنيح ولا لسه. وبعد كده لما عرفنا اتنيح سيبنا الصورة فترة يعني. ابونا عبد المسيح يشهد له التاريخ، يشهد اولاده، يشهد اخر فيديو في الكنيسة انه واقف على المسبح، الدخان شمال ويمين. الصورة انتهت لما الدخان غطى المكان، وبالرغم من كده ابونا عبد المسيح واقف على المسبح. ما حسيتيش بالفخر ساعتها؟ هو ابونا كان بيحب الصلاه قوي. قلت لحضرتك ان كان عامل حادثه راح بيصلي، كان في ناس اضطهاد مضروب كان بيروح يصلي، كان لما كان في اي حاجه بتبقى مضايقاه كان بيحاول يفضيها في الصلاه. كان بيحب القداسات جدا جدا، كانش في يوم ينام في بيته ويسيب القداس شغال، كان بيحب يصلي قوي. فالطريقه اللي ربنا اختار فيها ابونا عبد المسيح وقت الصلاه عشان هو يستحقها، هو يستاهل الإكليل. إكليل إنه كمان يكون صايم صيام العذراء، صايم صيام قداس، واقف وجسد ربنا في حضنه، واقف بيصلي حاجة نفتخر بيها كلنا، حاجة فعلا يعني أحس إن دي مرتبة شرف كبيرة لينا. علشان خاطر يرفع راس ولاده إني بابا راح في الصلاة مش في حادثة عادية.
ابونا لما كان يعني ساعة تيجي 6 وقداسه ممكن يكون بيبدأ 7:30 او حاجة، 6 دي يجي يقوم يصلي. كان هنا بيته يحب الصلاة، وكان يعني تملي يرفع ايده لربنا من اجل اي مشكلة او اي ضيقة او اي حاجة في الكنيسة، ومن اجل ولاده، من اجل شعبه. كان يرفع ايده على طول ويصلي لربنا. عشان كده لما راح في الصلاة انا اول حاجة قلتها هو بيحب الكنيسة جدا، بيحب شعبه قوي، بيحب الصلاة قوي. ربنا خده وهو بيصلي وهو في وسط شعبه. بالظبط بيصلي في وسط شعبه وفي وسط الكنيسة اللي هو عملها. دي مش حاجة قليلة على فكرة. ودايما كنا نقول كده الكنيسة دي هي بيت ربنا وأقدس حاجة. يعني الناس تتجوز في الكنيسة، تتناول في الكنيسة، تعترف في الكنيسة، نودع أحبائنا في الكنيسة. ما بالكم اللي يموت في قلب الصلاة في الكنيسة هيبقى إيه؟ بيتقدس بالكنيسة بتاعته. أستاذة نانسي، هل شفتي أبونا عبد المسيح في حلم جالك في الحقيقة؟ ايوه، انا حلمت ان هو بيقلع عليا اللبس الكهنوت، الطونية البيضة، وبيحطها عليا كده. عشان هو كان هناك ناس كتير بيقولوا له ابونا اخلع الطونية علينا بعد القداس. كان لما يصلي ممكن يسأل حد يقول لها طب انتي اتناولتي؟ تقول له لا. طب المسيح معاكي خلاص. تقول له يا ابونا لما بتقلع الطونية بتاعت الصلاة عليا بحس ببركة. فكان يا عيني ما يزعلش حد. ابونا كان يقول لما ناس تطلب حاجه من الكنيسه اي بركه، لو ما كانش الكنيسه اللي تديله مين اللي يديله. لما كان بيحب يعني يسمع كلام الشعب قوي. اي حد محتاج حاجه بركه من الكنيسه او حاجه كان يقول الكنيسه هي منبع البركه، كان يديهم. مهم، فانا كنت حلمت ان هو جاي بيخلع عليا الطونية البيضه وبيقول لي ايه، انا صليت قداس مع البابا شنودة. فانا فرحت قوي، قلت له بجد ده حلو قوي، ازاي؟ قال لي ما كانوش راضيين يدخلوني. فبقول له ليه يا ابونا؟ قال لي ان قالوا المكان ضيق، بس هو بيحكي اكنه بيحكي صوت وصوره، اكنه بيحكي لي وانا شايفه ان البابا شنودة واقف وجنبه مجموعه كهنه وواقف بيصلي، وابونا دخل بيقول لي لقيت المكان واسع. انا شفت المكان واسع وجميل، وبيقول لي ايه ما قلت له ما كنتوش عايزين تدخلوني ليه وتقول المكان ضيق؟ ما المكان واسع قوي اهو. فرحت قوي بقى ان عمل كده، وكان جايب معاه قربانه وبدانا وخلاص. دي اكتر حاجه فرحتني قوي اني شفتها او يعني حلمت بيها. دي اكتر حاجه حسستني بجد اني انا مطمنه على ابونا بالانتقال اللي مليان نعمه وبركه، اللي اثبت نقائه وطهارته وبره. يعني الانتقال دوت حسيت اني ربنا اختاره في وقت مقدس. يبقى اكيد ابونا دوت راجل بار وراجل نقي وراجل جواه يعني قداسة احنا ما كناش عارفينها. كان ممكن يروح في كورونا او في الحادثة او في اي حاجة، ان ربنا يختاره بالشكل الجميل ده. يبقى اكيد هو شايف حاجة احنا مش شايفينها. حد من الاولاد شاف ابونا بعد نيحته؟ فيرا بتقولي ان بتشوفه قاعد هنا معانا، ولما الناس بتيجي تسلم علينا او جايه تعزينا او تزورنا يقولوا لنا طب ما هو قاعد معاكم اهوت، انتوا ليه بتقولوا كده؟ ليه السوشيال ميديا كلها بتقول ان ابونا راح السما؟ ما هو قاعد معاكم اهوت. يعني كده بالشكل دوت. يعني احنا فعلا عايشين ببركته وعايشين بوجوده معانا وعايشين وهو في السما قاعد معانا. هقول حاجه، جيت اسجل معاكي، المهم ما ينفعش نسجل لاي سبب. حضرتك كنت متاخده قوي ومشدوده وواضح عليكي اللي انت مطبوحه يعني، فانا ما ضغطتش عليكي وسبتك براحتك خالص. بس وانا نازل من هنا يعني قبل ما انزل باب الشقه هنا كنت بتكلم مع باب الشقه وحضرتك واقفه، بصيت لصوت ابونا عبد المسيح الكبيره ديت وقلت له كلمتين: انت كاهن وفي السماء تسمح لي اسجل عنك؟ ولما ما ينفعش اتضايقت، قلت يبقى انا ما استحقش اسجل عنه. لقيت ومن غير ما اطلب بنسجل عن ابونا لانه هو سمح ان هو ما رضيش يزعل حد، وانا مش من شعبه ولا حاجه، يعني انا معلش يعني مش من شعبه، لكن واضح اللي بيطلب ابونا عبد المسيح ما بيزعلوش حتى لو غريب عليه، وانا اشهد بكده. هو كان وفي حاجة تاني
بعد ما حضرتك كلمتيني وطلبت فيها ابونا عبد المسيح، انا مش هينفع اقولها، لقيت ابونا عبد المسيح بيكشف لي حاجات كتيره انا ما كنتش واخد بالي منها، واستعجبت ان هو يعني بيوضح، يعني جدع، لا جدع. واضح ان ابونا عبد المسيح ما بيسمحش ان حد يجي على عياله. وهسألك سؤال، ويمكن سؤال غريب بس أسأله لك، هل في مضايقات ليكي بعد نياحة أبونا عبد المسيح؟ هو ده شيء طبيعي ان ممكن في مضايقات حتى جوه نفسي. يعني حاسه ان انا في حروب داخليه وخارجيه، في حاجات توجع القلب اكتر ما هم جوه. في كلام اسمعه من ناس كنت فاكراهم هيبقوا قريبين، بس في العكس يعني لقيتهم يكون فاكراهم قريبين مش لاقياهم. خذلوكي؟ خذلوني جدا جدا. ناس المفروض ان هم كان يمكن ابونا عبد المسيح كان هو السبب في المكان اللي هم فيهم دلوقتي، او في المكان اللي هم فيه دلوقتي. اتفاجئت يعني فعلا اتفاجئت بحاجة عكسية تماما. انا كنت ابونا عبد المسيح زي ما انت قلتي كان مقاتل ويحتمل، وواضح ان انت واخده رسالته حتى لو انت مش مستعده، بس واضح ان هو لما رمى عليكي الدنيا بتاعته، رمى عليكي كمان خدمته، ورمى عليكي الطريقه كان عايش بيها. هي دي مش صدفه، لا واضح انه لبسك يعني الصليب اللي هو لابسه. تشددي. نشكر ربنا بيقويني ويشددني بصلوات ابونا اللي واقف امامه. بجد هم مش سايبيني، ايد ربنا مش سايباني برضه، وهو مش هيسكت. ويمكن كنا عملنا تمجيد من هنا وقلتها صراحة كده، كفاكم كفاكم. وابونا عبد المسيح واضح ان هو طيب قوي وما بيرضاش ياخد مواقف. مين عبود طيب قوي وما بياخدش مواقف، رغم انه ساعات بيحتد كده، بس يعني ليه اسلوبه كده، طيبته بتعلم الادب. واضح ان ابونا عبد المسيح واخد نفس النمط كده، ويمكن ما كانتش صدفة عجيبة، لا كانت صدفة مبينة ان ابونا عبد المسيح شبه او زي ابونا مين عبود في حاجات. ولا ابونا عبد المسيح هيسيبك، واحنا كان لينا كلام كتير 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 على ابونا عبد المسيح، لكن لضيق الوقت هنكتفي بجزء سجلناه معاكي. ومن قلبنا بنشكرك على محبتك واحتمالك لينا، بنشكرك دايما فاتحة بيتك لكل احد. ويمكن جه المكان هنا اساقفة كتيرة جدا، وانا كنت حاضر مرة مع احد الاساقفة لما جالك وقلت لي انبا فلان جاي، كان ساعتها انبا دانيال رئيس دير انبا بولا، فقلت لك كسفت، فقلت لك خلاص، قلت لي لا اتفضل تعالى، وبيتك مفتوح في كل وقت. واضح ان ابونا هيعمل من بيته كنيسة بقى، هيعمل من بيته خدمة، هيعمل من بيته بركة الناس تاخدها. وشكرا لابونا عبد المسيح، محبتك كبيرة يا ابونا. صلوات ابونا بجد كانت نفعنا في الارض كتير لما كان بيقف على المسبح يصلي لنا. دلوقتي هو قدام رب المجد، اكيد صلواته هتنفعنا كمان وكمان اكيد وكمان. اكيد. مش كل واحد وهو معاه 40 شهيد تاني، معاه 40 نفس طلع السما، طلع لربنا بعمل ايده وبولاده. يعني متخيل ان طلع ابونا موجود، ابونا موجود. السما بتفرح بخاطي واحد يتوب، يبقى واحد بعيد عن ربنا ويرجع، ما بال اللي ابونا طلع ب40 واحد للسما. فربنا ينفعنا بصلوات ابونا موجود دلوقتي ومعلى 40 على فكرة، اسم الصليب. امين امين. حاسس بوجوده بشدة. ابونا موجود معلى 40. نشكر ربنا. وعشان كده ابونا عبد المسيح بخيت بستأذنك، وانت كأب ليهم، وانت يعتبر رئيس الشهداء دول، بستأذنك يا ابونا عبد المسيح، بستأذنك نسجل عن احبائك اللي راحوا معاك السما في حفلة كبيرة،
واجلا ام عاجلا هنسمع يعني بعد احداث كتيره نسمع ان ناس شافتهم لحظه انتقالهم كانوا مين استقبلهم. فمتخيلين رب المجد وابو سيفين وقديسين كتيره كانوا استقبلوك، بس نسمع دي ونأكدها من ناس شافوها بالحقيقه. ايوه، انا عايزه احكي على موقف بنت اسمها ماري، كانت خادمه جميله في الكنيسه، كانت من الناس الحبوبين قوي المستضيفين اللي تشوف ابو سيفين. كانت ممكن يعني لو ابونا تكون في البيت يقول لها تعالي في ضيوف، تلاقي البنت جايه وجايبه من بيتها حله محشي تقابل بيها الضيوف او تعمل لهم غدا كويس او حاجه. فكانت معاها ابنها فيلوباتير وبنتها إريني. ففي واحدة ضيفة عندهم بنت أختها أو حاجة ضيفة عندها، فخدتها معاها القداس الصبح. فالبنت دي يعني ربنا ما افتكرهاش في حادثة الكنيسة. فبتحكي بتقول ان هي كان بتقول لماري دي اللي هي خالتها، يا خالته انا خايفة من الدخان الكتير ده. لا ما تخافيش، بصي العذراء وابو سيفين هم، العذراء وابو سيفين جايين هم. البنت اغمى عليها وما راحتش السما، وماري اللي شافت العذراء وابو سيفين دي راحت السما. اللي شافت الموقف ده بتحكي بنفسها على الكلام دوت. فاحنا وقفة ابونا اللي هي برضو الفيديو اللي حضرتك بتقول عنه، كنا عمالين نقوله يا ترى انت شايف ايه. انا كل ما بشوفه في حلم كنت عايزه اقوله انت كنت شايف ايه انت واقف على المسبح، بس فرحتي ان انا جنبه يخليني انسى الحادثه تماما. بحس ان انا عايشه حياتي طبيعيه وان هو في البيت معايا عادي. كنت ببقى حته الحادثه دي يعني اللي هو وجع قلبي، لما بشوفه بنسى وجع القلب ده خالص. وفي معجزات كتير وحاجات حلوة كتير. بركة الشهداء ده اللي راحوا السماء عمالين يحكوا ويقولوا حاجات كتير قوي قوي. الناس هناك بركة أبونا في خير كتير جاي للكنيسة. في بركة كتير، والحياة اللي جاية ان فعلا هيتحكي عنهم وعن أبونا والشهداء اللي راحوا معاه كلام حلو كتير ومعجزات كتير بتحصل. في حد بيحكي لي حاجة حلوة تاني، اني لما في ولدين راحوا السما، فمامتهم يا عيني اغمى عليها وما قدرتش تروح وراهم وباباها، فاللي جريت وراهم ست تانية. فبتقول انا شفت ابونا وهو يا عيني نايم كده في المستشفى او حاجة. فبعد كده بتقول حلمت ان كان في حد عامل لها مشكلة، فحلمت ان هو الراجل ده بيشدها من هدومها وهي من خوفه منها وقعت في الارض. فاما ابونا جه قومها وقال لهم محدش ليه دعوه بيها، دي تبعي. بتقولي الست من ساعتها وهي حاسه بسلام. في حد تاني كان من المصابين في المستشفى بيقول ابونا جه وقعد معايا وقال لي سلامتك. قلت له كده تمشي وتسيبني؟ قام حط الصليب على راسه وقال له لسه ما جاش وقتك. في ناس بتحكي حاجات حلوة كتير. احنا بنطلب من كل الناس اللي ابونا عبد المسيح بخيت كان كنيسة ابو سيفين بن بابا عمل معاك حاجة، من فضلك تواصل معنا في إلهنا القوي. احكي لنا عن كاهن كان آخر لحظاته بيقدم خدمته وبيقدم نفسه لربنا على المسبح. حضرتك يا فندم نورتنا في إلهنا القوي. شكرا ابونا عبد المسيح، محبتك كبيرة لينا. بنفكركم بانتساب لقناة إلهنا القوي، وواضح ان قصة ابونا مش هتخلص دلوقتي وهنسجل كتير. واتمنى ودوت طلب مني لابونا صاحب البيت، لما نسجل يا ابونا عن الناس الشهداء اللي راحوا السما معاك، نسجل من بيتك، نسجل من كنيستك اللي هنا. شكرا لكم دعوتكم لينا. مجد الاسم الله القدوس. شكرا.